وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، أظهر الحق بالحق وأخذ الأحزاب، وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب. أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب. خلق الموت والحياة ليبلغنا وإليه المآب. فمن عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب، ومن أساء فعليها، وما الحياة الدنيا إلا في سراب. أرأيت ابن آدم لما قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. أرأيت داود لما استغفر ربه وخر راكعا وأناب. أرأيته لما آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. أرأيت سليمان لما قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أرأيته لما حمل الهدهد الرسالة والكتاب. أرأيت الملائكة وهي ذاهبة إلى زكريا تبشره بيحيى وهو قائم يصلي في المحراب. أرأيت البتول مريم العذراء لما قالت لزكريا هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلق الله الدنيا ولكنه جعل مكة أفضل البلدان. خلق البيوت ولكنه فضل بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الأعوام ولكنه فضل عاما ولد فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الشهور ولكنه فضل شهر رمضان. خلق الأيام ولكنه فضل الجمعة وعرفات. خلق الليالي ولكنه فضل ليلة القدر. خلق الأنبياء والرسل ولكنه فضل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الأمم بأكملها ولكنه فضل أمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل الكتب السماوية ولكنه فضل القرآن. صلاة وسلاما على من نزل عليه القرآن هدى وبيان. زاد النور حينما ذكرت محمدا، وذهب الظلام والشرك تبددا. صلى عليك الله يا علم الهدى ما طار طائرا في السماء وغردا. لأن الكون من نور الحبيب تنورا. أغنم بمقدم أحمد الروح الورى. بحر بساحله النبيون العلا وقفوا حيارى باهتين بلا مرى. تالله ما في الكون مثل أحمد بشر ولا خلق يرى. ثبتت له في الخالقات عجائب وبكفه الماء الزلال تفجرا. جد البتول جد الحسنين الأكرمين المصطفى. من شك في جاه الشفيع المشفع كفرا. نرجوك يا جد الحسنين الأكرمين تكرما. طاق الخناق وقفنا ببابك وغير بابك لا نرى. أيا عبدك يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحظة
والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. حكمت المحكمة الربانية بقيادة رب البرية جل وعلا بأن لا معبود إلا الله، لا مطاع إلا الله، لا سجود إلا لله، لا ركوع إلا لله، لا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا قرآنا إلا لله. يا مصر قومي واسمعي القرآن. إعصار ليالي عائلات الشام بكفر حجاز الآن يزلزل الوجدان، وكأن جبريل من فوق السماوات العلى ينادي هيا بسماع القرآن جددوا الإيمان. أدعو فضيلة العلم الإذاعي الكبير قروان محافظة الدقهلية وسفيرها الدائم عبر جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أسامة فيصل بجامعته المليئة بالمقامات والروايات في مقام وليلة تكريم فقيد عائلات الشامي عبد الحاج عادل الشامي. الله أسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. تنقل هذه التلاوة القرآنية المباركة من إحدى كبرى الشركات الهندسية الإذاعية والإنارة الحديثة محطات الديزل الكبرى، إدارة الحاج السيد اليماني وأولاده المقيمين بمدينة التحرر الكبرى.